الله الرايدر، نتمنى تكون بخير. مرحبا بك في فيديو جديد مع دراغون جديد. كيف العاده، الاناقه، القوه، التصميم الرياضي وجماليه الشكل الهندسي. هاد المره مع دراغون اللي مختلف على كاع الدراغونز اللي دوزنا في هاد القناه. من ابرز واشهر الدراجات الناريه من عند الشركه اليابانيه هوندا، سكوتر اللي بدات سنه 2021 معشوقه الجماهير يا ساده. الاس اش ولا ما نقراش. صحاب هاد الموتور ما كيعرفوش شي حاجه سميتها كاسك، كيعرفوا غير كاسكيطه غوتشي. الخساره عند صحاب هاد الموتور ماشي هي يطيح ولا شي حاجه، الخساره عندهم هي يشدوه مال الوقت من بعد شي معترض. الا بغيتي تعصبو قول ليه غير شدك مول الوقت غيتعصب. على دابا اجي نشوفوا علاش، واش بصح مريحه كيف كيقولوا ولا كيكذبوا علينا، وشنو هو السر ديال الثمن ديالها اللي طالع بزاف ضارب في السقف، وعلاش زعما لقات واحد الشهره اللي كبيره عندنا في المغرب واخا راه باينه العفاريت عسل. يلا نزل ورك على ديك لايك وابوني باش تزاد انت معنا في العائله. يلا اجي نشوفوا هاد اس اش ديالكم، هوندا اس اش 350 انجكسيون. ماكسي سكوتر محرك اس بي بلس 350 سي سي بالضبط، 330 سنتيمتر كيوب، بمونو سيلندر، تبريد مائي، 4 طون، انجكسيون، مونو اكت و 4 سوبا، بقوة 29.4 هورس باور، 7500 ار بي ام، مع 32 نيوتن متر في 5250 ار بي ام من عزم الدوران. في تسارع اللي مجهد اللهم بارك، كتضرب مسافة 200 متر في 10.2 ثواني، سرعة قصوى كتوصل ل 135 حتى ل 140 كيلومتر في الساعة. خزان وقود 9.20 لتر، متوسط استهلاك وقود 3.4 لكل 100 كيلومتر، بوزن 174 كيلوغرام، ببواط فيتاس اوتوماتيك باغ فارياتور، بسسبنشن سيستم القدام فورك تيلسكوبيك واللور دوبل شوك ابسوربر، بنظام تشغيل سمارت كي اللي غير متوفر في المغرب كنلقاو غير كونتاكت عادي وصافي، بنظام تحكم في عزم الدوران HSGC للثبات، شكل وتصميم اللي زوين تبارك الله، ما كاينش اللي ما شافهاش وما تزعطش فيها. الوان متنوعه، ها الابيض ها الاحمر ها الكحل ها الكري، انت وشنو بغيتي تخير. وضعيه الجلوس مستقيمه ومريحه في المسافات القصيره، مع مالا اللي كبيره واللي ما غاديش يحط فيها الكاسك. صحاب الاس اش تقول ليه تلاح من سطح ولا دير كاسك، يقول لك لا تلاح من سطح والو، كاسك والو، مع اضاءه فول ليد وشاشه LCD. وقال ليك داير ليك اسيدي فين تشارجي التليفون، اش ما توحش لك انت داير مع الحمام ولا عيب. المهم بطول السرج كيوصل ل 805 ملم، وعجلات الكبيره بمقياس 16 بوصه، بعبار ديال البنو القدام 110 70 16 واللور 130 70 15، بفريناج ABS، مونو ديسك افون 256 ملم دو بيستون، ومونو ديسك اغيير 256 ملم مونو بيستون. سكوتر اللي السخونيه ديالو ماشي شي سخونيه تقدر تحكم فيها في الزحام عادي،
البياس ديالو موجود، غير هو غالي شويه. نتوما عارفين هوندا واللعيبات. خوتي دابا كنت كنمونطي في الفيديو، لاحظت بان عطيتكم واحد المعلومه اللي غلطه، واللي هي على قبل. قلت لكم بان السعر ديال البياس ديال اس اش كيكون غالي بزاف. وقلت لكم نتوما عارفين شركة هوندا وداكشي. شركة هوندا اللي كنقصد بها وانما هي السكوترات ديالها اللي طالعين في الثمن، وحتى في البياس ديالهم طالع في الثمن. اما بالنسبة للمطر العاديين الكبار ولا سميتو، فراه عندها من احسن الاثمنة اللي كاينين في السوق، ومن اجود المطر، وكيستهلك لينا الزيت والفيدونج. من ناحية السلبيات كنلقاو مساحة التخزين محدودة اللي شوية صغيرة مقارنة ببعض المنافسين من فئة الماكسي سكوتر، اللي ماشي شي مشكل. المهم السعر المرتفع، وهذا صراحة هو المشكل الوحيد ديالي مع هاد الموضوع. الثمن ديالها راه داير الكرون خصوصا في المغرب، ولكن يقدر يتحل هذا المشكل نسبيا، حيت شركة هوندا تقدر تدخل للأسواق المغربية. اذا ما غاديش يبقى الشناقه يدير ما بغا فينا. وثالث حاجه واللي هي ماشي ديال رحلات طويله. من ناحيه الايجابيات فراه كنلقاو الاداء ديال المحرك هذه بطبيعه الحال مناسب للمدينه والطرق السريعه، الثبات العالي، نظام الامان المتطور، كفاءه الاستهلاك وقود، وجوده التصنيع. كتعتبر هوندا اس اش 350 اي خيار اللي مزيان اللي كيقلب على سكوتر صبار وكيكثيري ولا الخدمه ولا التنقل اليومي داخل المدينه. الموتور كيتنافس مع سوزوكي بورغمان 400، ياماها اكس ماكس 300، بي ام دبليو سي 400 جي تي، وبياجيو بيفرلي 400. بالنسبه للثمن ديالها فراه كيوصل ل 35,000 درهم. ما تنساش تخلي لي انت الراي ديالك على هاد السكوتر، كيفاش جاك، واش تشريه بداك الثمن ولا لا. المهم كانت هذه هي اهم المعلومات على هاد دراغون. ما تنساش ديك لايك وابوني باش نزيدو نطوروا من المحتوى ديالنا، وفعل معك داك الجرس باش يوصلك اي فيديو جديد. وصيفط الفيديو لشي صاحبك كيعجبوه المطر يعرف هاد الموضوع. يلا هالبطل، تهلا في راسك، تهلا في دراغون ديالك ودير الكاسك، ونشوفك في الفيديو الجاي.